للحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث بعض المعاني الجيدة، لأن أنواع الحفظ منها ما هو ظاهر، يعني كونك الله جل وعلا يسلمك من حادث من الحوادث معنى ذلك أنه حفظك، هذا معنى ظاهر يعني لسنا بحاجة إلى التركيز عليه وهكذا. لكن نحن نريد أن نتذاكر بعض المعاني الجيدة التي تفتح الأذهان لتدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نتفقه فيهما. يشير الحافظ بن رجب إلى أن من الناس من يتضرع ويتذلل ويكثر من دعاء الله جل وعلا، وبخاصة في حال تحري الأوقات الفاضلة مثل ما نحن في يوم عرفة وفي هذه المشاعر العظيمة ندعو الله جل وعلا ونرجو استجابة الدعاء. فبعض الناس من جملة دعائه، ما نقول كل دعائه، وربما بعض الناس يلح أكثر وأكثر أن يرزقه الله وأن يغنيه وأن يعطيه، وربما سأل أشياء معينة كمال معين أو تجارة أو تسهيل مهمة في دنيوية أو زوجة أو ولد أو غير ذلك، ومع ذلك فلا يستجيب الله دعاءه، لأن هذا من حفظ الله له سبحان الله. يعني من حفظ الله للعبد أن لا يستجيب دعاءه. ولذلك أيها الإخوة، نحن إذا دعونا الله جل وعلا ولم نرى أثر الاستجابة لا ينبغي أن نتذمر، ولا ينبغي للإنسان أن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. لا، أدم الدعاء، أكثر من التضرع بين يدي مولاك، لا تترك الدعاء أبدا، فالدعاء هو العبادة. وإذا لم تجد إجابة فاعلم أنه ليس من الضروري أن يستجب لك ما أردت، بل قد يكافئك الله جل وعلا بمكافأة أحسن مما دعوت، إما أن يصرفك عنك من الشر ما كنت ستتعرض له ولكن صرفه بسبب دعائك وأنت لا تعلم، وإما أن يحقق الله لك من الخير ما لا تعلمه مما لم تسأله وأنت لا تعلم أن هذا بسبب دعائك. إذن على الإنسان أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. لكن كيف يمكن أن يكون عدم استجابة الدعاء من حفظ الله جل وعلا للعبد؟ يقول الحافظ بن رجب: لأن الله جل وعلا بعلمه وحكمته يعلم أنه لو أغنى عبده هذا الذي يحبه بسبب صلاحه وحفظه لأوامره ونواهيه، يمكن لو أغناه لطغى، فالمال مفسد له. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لطغى، فيصرف عنه ذلك لأنه شر له وهو لا يعلم. وعكس ذلك قد يحصل من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لانشغل بالفقر وفسد. إذن هذا معنى من المعاني التي أومأ إليها الحافظ بن رجب، لكن أشير إلى معنى أدق وأعمق من هذا. هذا عندنا ولا بعد برا؟ هذا يبدو عندنا. أقول أشير إلى معنى أدق. يشير الحافظ بن رجب إلى أن من أنواع حفظ الله جل وعلا للعبد أن يرى الواحد منا أناسا صالحين أو رجلا صالحا، ويرى عليه من أثر العبادة والزهد والورع والتقى والصلاح ما يغبطه عليه، ويتمنى أن يصل إلى الدرجة التي وصل إليها، ويعلم أن من الخصائص التي اختص بها هذا الإنسان أنه حريص على قيام الليل، فيحرص هذا الإنسان على قيام الليل لما يعلم فيه من الفضل العظيم. وأنتم تعلمون الآيات والأحاديث التي تتحدث عن قيام الليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل القيام بعد قيام رمضان قيام الليل. طيب، إذا علمنا أن قيام الليل من سمت الصالحين ومن هدي الصالحين،
فإن المتشوف لهذا قد يسعى ليحصل على هذه الفضيلة، فتجده ينام بالنهار ليتقوى على قيام الليل، وينام مبكرا بالليل، ويجعل هناك من يقيمه، ومع ذلك لا يوفق لقيام الليل، ويكون هذا من حفظ الله جل وعلا له أن لم يوفقه لقيام الليل. هذا يعني معنى يمكن يكون صحيح؟ هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ إيش رأيكم أيها الإخوة؟ يعني من حفظ الله جل وعلا للعبد أن لا يوفقه لقيام الليل، يتمنى أن يقوم الليل ولكن الله يمنعه من قيام الليل. وإيش رأيكم؟ لكن ابن رجب يقول بلى. طيب كيف يمكن يكون هذا؟ أحد يمكن يقول لنا كيف؟ تفضل يا أخي، أرفع الصوت شوي. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأن من الناس من نفسه طلعة تتشوف لثناء الناس وامتداحهم والعلو عليهم والافتخار، والرب جل وعلا ربما علم من هذا العبد أن هذا خطر عليه، لأن نفسه فيها هذه الآفات، فيكتب الله جل وعلا له أن لا يقوم الليل، لأنه لو قام الليل وأصبح في النهار صار يرى الناس كأنهم ذبان عنده، ويفتخر عليهم ويرى من نفسه أنه فوقهم، هو الصالح، هو الولي، هو ومن يكون هذا عندي، ويظن أنه بمجرد فقط ما يشير بيده يمكن والله يسقط هذا الجدار من إشارة، لأنه أصبح يعني يقوم الليل. هذه النفس المتشوفة تحلت بهذا الداء المهلك يا إخوان. فيه منجيات وفيه مهلكات، الأعمال فيها أعمال منجية وفي أعمال مهلكة. فالأعمال المنجية الصلاة والزكاة وهذه كلها أعمال منجية، لكن الرياء والعجب والتعاظم على الناس والخيلاء والكبر، كل هذه أدواء مهلكة. فالعجب من الأدواء المهلكة، فهذا الإنسان قد لو قام الليل يمكن يبتلى بذلك الداء فيهلك، فالرب جل وعلا يمنعه منه. لكن في المقابل إذا منع منه ما الذي يحصل؟ يبدأ يرى هذا الإنسان من نفسه أنه مقصر، يقول أنا لست أهلا أن أكون في منزلة هؤلاء الناس، في منزلة هؤلاء الصالحين، أنا لم أوفق لقيام الليل، لم أستطع قيام الليل، أنا نفسي كسولة، أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذه المرتبة. فتنكسر نفسه، ويبدأ منكسر النفس منكسر الخاطر متذللا بين يدي مولاه، يتمرغ في التراب، يرى أنه مقصر. مجرد رؤيته التقصير وهذا التضرع وهذا الانكسار في النفس، هذا محض العبودية. هنا يرتقي في مراتب العبودية أكثر من ذي قبل. فالعبودية في حقيقة الأمر هي قبل أن تكون أعمال ظاهرة على الجسد هي أعمال قلبية. فإذا تذلل القلب وعبد مولاه جل وعلا، بعد ذلك تنقاد الجوارح طوعا واختيارا. وانظروا إلى معنى آخر يشير إليه ابن القيم يمكن يوضح هذا بشكل أكبر. فالرب جل وعلا في بعض الأحيان يجعل للإنسان على عبده، يجعل للشيطان على عبده طريقا لإيقاعه في معصية من المعاصي العظام، كالزنا أعاذنا الله منه مثلا. فيكون رجلا مثلا صالحا أو على الأقل من عامة الناس لا يعرف هذه الأمور، فيقع في هذه المعصية. فإذا وقع فيها رأى هذه المعصية وهذا الذنب كأنه جبل أحد، بل كأنه من الجبال التي تناطح السحاب، يوشك أن يقع عليه فيمسحه بالأرض. وكما ورد في الأثر أن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وأما المنافق فإيش؟ ما أحد يذكر هذا؟ يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. المنافق لا يبالي بالمعاصي، وأما المؤمن فيرى المعصية كبيرة
ولذلك يقول أحد الصالحين: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فمن عظم الله جل وعلا حق عظمته، ومن قدره حق قدره، فإنه يعلم أن مجرد معصيته لربه ومولاه تعني، نسأل الله السلامة، شيئا عظيما. ولعلي أذكر بقصة ذكروني بها بعد أن أنتهي من ذكر هذه اللطيفة من ابن القيم رحمه الله تعالى. فيقول إن العبد المؤمن إذا وقع في هذه المعصية وتعاظم هذا الذنب يخاف خوفا عظيما شديدا، ويبدأ يرجع إلى ربه ومولاه تائبا متضرعا خائفا مشفقا. دوما يكون ذنبه هذا نصب عينيه، كل ما تذكر هذا الذنب اقشعر جسده وفرق وخاف من هذا الذنب، ينطرح بين يدي ربه يستغفر ويتوب ويبكي. بعد ذلك يصيح الشيطان ويولول ويقول: يا ويله، يا ليته لم يوقعه في هذا الذنب. لأن حال هذا الإنسان بعد هذا الذنب أن ترقى في درجات العبودية أحسن من ذي قبل، لأن هذا الانكسار وهذا الشعور بالذنب وهذا الخوف من الرب جل وعلا جعله يترقى في مراتب العبودية درجات عظيمة، وأصبحت حاله أحسن من ذي قبل. أصبح يقبل على طاعة الله، يريد أن يكفر هذه الخطيئة، وكلما عمل رأى ذلك لا شيء في مقابل هذه الخطيئة التي ارتكبها في جنب مولاه.